صاحب المكان ده قرر يفتح محل يعكس شخصيته، وقرر انه ياخد محلات البقالة في مستوى تاني. اولا عشان هو جاب شيفات متخصصة يعملوا السندوتشات بتاعة البقالة، وثانيا عشان هو كان قاعد في المغرب بقاله حبة فدخل الجزء المغربي في سندوتشات البقالة. تعالوا نتكلم النهاردة عن الشيف حسام ومطعمه بقالي. هو موجود في محطة الرمل قريب قوي من دليس، وهسيب لكم برضو العنوان بالظبط في الديسكريبشن فوق. ومع انه محل لسه فاتح قريب، بس هو عامل لنفسه ورقة فيدباك عشان خاطر يقدر يطور من نفسه اكتر. وبصوا يا جماعة، المحل اسمه بقالي، فهو اكيد قايم على سندوتشات البقالة. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في الموضوع على طول. انا جبت بقى شوية حاجات كده كتير من هناك عشان ابقى جربت المحل كله، واقول لكم بالظبط لما تروحوا هناك تجربوا ايه. ابتديت اول حاجة بالحاجات اللي بتتشرب، تحديدا لبن العصفور. ايه بقى لبن العصفور ده؟ هو لبن عادي وعليه نيدو ولبن مكثف محلى، وسعر الكوباية دي 18 جنيه. بصوا، هو مفيش فرق في القوام ما بينه وما بين اللبن العادي، بس الصراحة في الطعم هو فيه اختلاف شوية. وكمان الراجل رشح لي ان انا اطلبه الشاي بلبن العصفور، بس انا كنت عايز اجربه لوحده. وتاني حاجة جربتها هي شعرية باللبن، سعرها 12 جنيه. وباختصار كده هي شعرية بيتي، يعني شوية شعرية متشوحين وعليهم سيكة سمنة كده ولبن دافي وعلى الله التسهيل. وبعد كده بقى دخلت في الحادق، وهو ده مربط الفرس، عشان انا جربت من هناك 7 سندوتشات حادق. ابتديت اول حاجة بالتونة اليمني، ودي بتكون عبارة عن تونة متشوحة كده على الجريل ومعاها خلطة وبتاع. هي الصراحة كان طعمها حلو، بس هي ما تختلفش كتير قوي عن التونة. كان سعر السندوتش 15 جنيه، بس اوفرول انا اتبسطت بيه يعني. تاني سندوتش بقى هو لحمة بالبصل، سعره 20 جنيه، وهو بقى بيكون عبارة عن شوية لحمة كده دايبين مع البصل على الجريل، ويتحطوا لك في السندوتش، وتبقى بتاكل كده طعم اللحمة باين والبصل في الباك جراوند كده بيزغزغك. بصوا السندوتش ده الصراحة كان حلو، يعني من اكتر السندوتشات اللي انا اتبسطت بيها هناك. وبعد كده دخلت في سندوتش اول مرة اجربه في حياتي، وهو اللحم المقلقل، وده برضه سعره 20 جنيه. بيكون عبارة عن قطع لحم بس مش دايبة بقى، هي ماسكة نفسها كده اكتر شوية وفيها سيكة شدة. وعامة كان طعمه حلو، بس انا فضلت اللحم بالبصل اكتر. ورابع سندوتش بقى هو اساس سندوتش البقالة، وهو بيض اكس ماكس. ايه بقى البيض اكس ماكس ده؟ هو بيض وانت بتحط عليه اضافتين بروتين من اختيارك، ممكن بقى بسطرمة، هوت دوج، سجق، سلامي، بلو بيف، اي حاجة انت عايزها. فانا اخترت بسطرمة وبلو بيف. سعر السندوتش ده 20 جنيه، وهو طعمه حلو الصراحة، الميكس بتاعه كمان مع البسطرمة. بس لو تسألوني على رأيي الشخصي، مفيش حاجة الصراحة تعلى على البيض بالبسطرمة. البيض بالبسطرمة فوق يا جماعة. جربت بقى السندوتش اللي بعده، وصدقوني كل اللي فات ده حمادة، واللي جاي ده حمادة تاني خالص. ليه بقى؟ السندوتش ده مبدئيا كده اسمه عنترة ب 25 جنيه. فيه ايه؟ بسطرمة، سجق، وهوت دوج، وعليهم ميكس جبن، موتزاريلا وكيري وشيدر. وده من اجمد الحاجات اللي انا جربتها هناك. البسطرمة والسجق مع بعض الصراحة كان طعمهم حلو قوي، مع ميكس الجبن بقى اللي فوق، الكيري والموتزاريلا والشيدر والحاجات دي. لو كان شالوا الهوت دوج بالنسبة لي كان هيبقى طعمه احسن، بس عامة السندوتش ده كان رايق، كان رايق. بعد كده بقى جربت سندوتش من هناك بتاع الناس اللي رايحين يدلعوا نفسهم من الاخر. ليه بقى؟ السندوتش ده فيه جبنه جوده وجبنه فلامنك وريكفورد وموتزاريلا، واسمه بقالي فاخر، سعره 25 جنيه. مبدئيا كده هو السندوتش الكواليتي بتاعته حلوه قوي، بس في نقطه، لو انت بتحب الجبنه الريكفورد السندوتش ده يعجبك، لو انت ما بتحبهاش فيا باشا ما تطلبش السندوتش ده، اصل الجبنه الريكفورد دي يا ابيض يا اسود. واخر سندوتش حادق بقى جربته من هناك هو الفياجرا، وده ببساطه عباره عن مايونيز وعليه كافيار. وصحيح للناس اللي ما تعرفش، الكافيار ده هو بيض السمك، وسعر السندوتش ده 40 جنيه، وهو بالظبط زي اللي فات، يا ابيض يا اسود. لو انت بتحب الكافيار اطلبه، ولو انت ما بتحبوش ما تجربوش. بس عامه لو عايز تجربه ممكن تطلبه انت وواحد صاحبك، انت تدفع 20 وهو يدفع 20، عشان برضه ما تبقوش لبستوا رقم كبير. لو عجبكم ممكن تجيبوا منه تاني بقى براحتكم. وبعد كده بقى دخلت في سندوتشات الحلو، واول حاجه جربتها من هناك هو سندوتش المورتا. يا جماعه من غير ضحك، انا كنت فاكر ان المورتا دي حاجه حلوه، تقريبا لخبطت ما بينها وما بين المفتقه، ولا المفتقه كمان حادقه ولا ايه، والله ما عارف. ولما قريت كده عن المورتا شويه عرفت انها تجميع بروتينات اللبن المتبقيه في الزبده بعد تخريجها من الخض، سواء باضافه الملح اثناء التسييح او لا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني حاجه انا ما كنتش متقبلها زمان، وللاسف برضو لسه مش متقبلها لغايه دلوقتي يعني. بس تاني حاجه جربتها بقى اللي طلعت حلو فعلا هي سمن بالعسل. سعر السندوتش ده 10 جنيه، وهو اسم على مسمى، سمن عليه عسل. والسندوتش ده الشيف حسام بيقول لي ان هو مش موجود في اي حته، عشان ببساطه هو اصلا كان بياكله في البيت كده مع نفسه، وقرر ان هو يحطه في المحل. بس للامانه هو حلو يعني، هو عشان برضه ما اكدبش يعني، هو طعمه حلو، والعيش برضه اللي بسمسم ده طعمه حلو، والحاجات كلها طعمها حلو. بس هو الفكره كلها ان هو
واخر سندوتش بقى واللي قفلت بيه التجربه دي هو عليه العوض. سعر السندوتش ده 15 جنيه، وده عباره عن كريمه واوريو ونوتيلا، بس طبعا كعاده المصريين هو بيبقى مكتوب نوتيلا بس هي بتبقى شوكولاته يعني. المهم بالنسبه لي وعشان ابقى صريح معاكم، اللي كنت حاسس ان هو محتاج يتغير او محتاج يحسنه هو نوع الشوكولاته، مش اكتر من كده. بس ملخصا بقى، تاكل ايه لما تروح بقالي؟ بالنسبه لي اللحمه بالبصل، اللحم المقلقل، بيض بالبسطرمه وعنتره، دول اعلى 4 حاجات بالنسبه لي، مع كوبايه شاي بلبن العصفور كده، وتحلي في الاخر بواحد سمن بالعسل، وخلاص انت مش محتاج حاجه تاني صدقني في اليوم. انت هتاكل ده اصلا وهتروح تنام، مش محتاج حاجه تانية. بس عامه هستناكم تكتبوا لي تحت بقى في الكومنتات لو جربتوا بقالي قبل كده ايه رايكم فيه. وشكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معكم اباظه من قناه لايف وز اباظه. سلام.